مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو المنتظر، فيديو خلاصه رحله نويبع طابا دهب والاسعار والبروجرام ونعمل ايه وما نعملش ايه، والسؤال الاهم رحت مع مين المره دي؟ هقول لكم رحت مع مين. فيلا بينا على طول نبتدي. ولو انتم بتشوفوني لاول مره فاهلا وسهلا بيكم، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نبتدي. اول حاجه طبعا نويبع فيها فنادق وكامبات، بس نويبع بطبيعتها بتميل قوي للكامبات لانها بلد بسيطه جدا، الطبيعه والهدوء هم اهم مميزاتها، فحياه الكامبات بتكون مناسبه اكتر للجو بتاع نويبع. والكامبات كمان بالمناسبه في نويبع ارخص من اي مكان تاني، ولذلك بس طبعا عشان نبقى متفقين ان الكامبات بتبقى غير الفنادق خالص، يعني الرفاهيه والخدمات اللي بتكون في الفنادق ما بتبقاش موجوده، لا بتبقى حياه بسيطه جدا جدا جدا. اللي عايز يروح كذا مكان في جنوب سيناء انا رايي يعمل النويبع نقطه ارتكاز، لانها ما بين طابا ودهب، وطبعا كمان يقدر يروح سانت كاترين، فالحياه هناك رخيصه جدا، فيقدر يقعد فيها ويتنقل زي ما هو عايز. انا نزلت في كامب اسمه جرين بيتش، كان بسيط جدا، وهو حتى يعني تحت الانشاء، يعني في اماكن كانت لسه بتتعمل وبتتظبط، وحاجات في الغرف كانت لسه ناقصه بتتعمل، ولكنه كان نظيف جدا. الناس هناك كانت ودوده قوي قوي قوي. رحت ال5 ايام، فطار عشاء مواصلات رايح جاي، كان ب 1400، فطبعا ده يعني سعر رخيص جدا الحقيقه، وكان العشاء نضيف جدا والفطار كمان. والايام دي هم عاملينها كمان ب1000، بس تقريبا شايلين العشاء في اخر شهر نوفمبر تقريبا، عاملين نفس الرحله ولكن بسعر اقل. هناك الغرف، في غرف الWC بتاعها بره، وفي غرف الباث روم بتاعها جوه، ولكن كل الغرف تقريبا مكيفه. زي ما انتم شايفين كده، الدور اللي فوق ده لسه بيتعمل، المكان تحت الانشاء صحيح لكنه نظيف جدا، والناس هناك كلمة حاضر مش بتفارقهم الحقيقة، وكانوا بيحاولوا يريحونا بكل شكل، يعني اي حاجة بنطلبها بتتعمل، وطبعا دي حاجة بتبقى مريحة جدا، فشكرا لكل الناس اللي هناك. تعالوا بقى نتكلم في البروجرام والحاجات اللي احنا ممكن نعملها في نويبع. بس الاول عايزة اعرفكم حاجة، ان انا كانت معايا عربية خاصة، فكل الاسعار اللي هقولها هتكون عربية خاصة، لكن لو انتم مجموعة وهتاخدوا مثلا ميكروباص او باص او شركة سياحة هتاخدوا كلكم مع بعض في اتوبيس، هتبقى الاسعار اكيد ارخص. تمام. ولو ان الحقيقة انا شفت العكس، يعني انا شفت شركات سياحة عامله اسعار اغلى، وكان باصات وحاجات كده. تمام. طبعا اول مكان هو راس شيطان، اجمل مكان ممكن تعملوا فيه سنوركل او غطس الحقيقه، يعني مكان يجنن، تحت الميه كمان تستمتعوا بيه جدا جدا جدا. المشروبات هناك مش غاليه، وقبل ما انسى الاي اللي فوق هتدوسوا عليها هتطلع لكم كل الفيديوهات الاماكن دي لو عايزين تتفرجوا عليها بالتفصيل. اليوم ده انا كان معايا العربيه بتاعت محمد، كنا 4 افراد، الفرد وقفت ب 250. رحت راس شيطان وبعدين رجعني الكامب، اتعشيت وبعدين خدته وطلعت على دهب، فلو حسبتوها هتلاقوا الفلوس قليله الحقيقه، قصاد ان هو كان يعني اليوم من اوله لاخره لغايه الساعه 1 بالليل كان معايا، لغايه 2 بالليل كان معايا، فكان سعره برضو لطيف جدا. وهناك بقى المشروبات دي ترجع لكل واحد. مكان هو وادي الوشواشي او وادي الوشواش، وده مكان جميل جدا لهواة التسلق اللي نص نص يعني، والهيكنج، لانه زي انا كده زي حالاتي دي كانت اول مره اعمل فيها تسلق او هيكنج، فده مناسب جدا للمبتدئين لو عايزين يجربوا حاجه. رحله كنا طالعينها ب 125 الفرد. بس هنا لازم اقول لكم كمان ان انا قابلت حد هناك يعني فوق تاني كان جاي مع شركه سياحه تانية، كانوا مطلعينهم ب 300 جنيه، فخلوا بالكم بقى من الحاجات اللي هي الصغيره الوحشه دي اللي بتحصل من بعضهم يعني. ولكن عايزه اقول لكم برضو انه المكان ده مش مناسب مثلا للناس اللي رجلها بتوجعها، اللي وزنها زياده،
اللي بتخاف مش هينفع، لان شايفين حته زي دي كده احنا كنا بننزلها زحلقه بس، يعني ده اللي انا اقدر اقوله لكم. فمش هينفع لكل الناس، ولكن اللي عايز يجرب ويعرف اذا كان يقدر ولا لا، المكان ده مناسب كبدايه. ولكن برضو لازم تكونوا متأكدين من الناس اللي انتوا طالعين معاهم ان هم بيخافوا على الناس اللي معاهم ومهتمين بيهم وبسلامتهم. يعني في ناس بتطلع وخلاص ومش مهم بقى تعرف مش هتعرف، هتقع مش هتقع. فلازم برضو تاخدوا بالكم، وبيبان على فكرة من التعامل من قبل ما تطلعوا تعرفوا اذا كانوا هم ناس امينة ان انتوا تطلعوا معاهم ولا لا. لكن هي تجربة حلوة جدا وحببتني في الموضوع جدا، ويعني غالبا كده ان شاء الله هكررها تاني على حاجة اكبر بقى. الواحد لازم يحترف الموضوع. المكان اللي احنا رحنا اتعشينا فيه هناك وكان لطيف جدا كان وادي مجرح. ده بقى هما كانوا جايبين مش عارفه اسمها ايه بقى، معزه تقريبا، وذبحوها قدامنا وخدوا اللحمه بتاعتها وتمام، وراحوا عملوا الحاجه اللي هو اسمها المدفون، وكان طعمه حلو جدا. وقاعده بقى بدوي وشاي بدوي زي ما انتم شايفين كده، شموع. بس اوعوا تروحوا في ايام قمريه علشان الايام القمريه ما بتبقاش مبينه النجوم كويس. احنا كنا قاعدين كنا حاسين ان النجوم يعني تكه وهنمسكها بايدينا وزي ما انتم شايفين بقى اغاني بدوي واكل بدوي، وكانت قاعده لطيفه جدا. بس مش مناسبه للناس الكبيره شويه، يعني كان معانا ناس كبيره وما اتبسطوش يعني خالص في القعده، فهي مناسبه للشباب اكتر. اليوم ده هي كلفتنا 150 جنيه وكان العشاء فعلا يعني اتبسطنا جدا في اليوم ده، وكان جو مختلف. السوق انا طبعا كل مكان اروحه لازم اروح اصور لكم السوق، فسالت على السوق في نويبع وكانت الصدمه الحقيقه ان انا ما لقيتش سوق. هو ده السوق، ودي حاجه غريبه ومش قادره افهمها ان هو ده السوق الحته دي بس فعليا. مش عارفه ليه، ايه السبب مش عارفه. بس هم قالوا لي الوضع اتغير مؤخرا علشان ما بقاش فيه سياحه او حاجه، فممكن يكون هو ده السبب. مش عارفه يعني هل كانت في محلات وقفلت ولا ايه، مش عارفه. وده كان السبب الرئيسي ان انا او يعني حجه، قولوا انها حجه، ان انا اروح دهب تاني علشان انزل الممشى واعمل شوبينج تاني في دهب. وطبعا انا قلت لكم ان انا كان فلوسها مع فلوس رشيطان، فبالنسبه لي كانت هو ده الكوست بتاعها. انتوا طبعا ممكن لو عدد اكبر زي ما قلت لكم الباص او الميكروباص او ايا كان هيكون فلوسه هتقف عليكم اقل. بس طبعا الممشى بالليل ده يعني ما يفوتكمش. لو انتوا نزلتوا نويبع لازم تروحوا هناك بقى، تقعدوا في كافيه تاكلوا ايس كريم تشتروا حاجات كده. لا يعني القعده هناك بالليل تحفه طبعا في دهب. بلس طبعا ان انتوا في ممكن تعملوا رحلات. احنا كان معانا جروب بس انا عشان انا روحت دهب فما عملتش كده يعني. ممكن طلعوا اللي هي البلو هول وابو جالوم والبلو لاجون وكده، وكانوا عاملينها برده بسعر لطيف، ما كانش سعر غالي، وقضوا اليوم لغايه بالليل بقى. يعني خدوهم من 10 ل 11 بالليل، يعني فاهمين، من 10 الصبح ل 11 بالليل. وكانت اي ثينك كان ب 200 او 250 مش متاكده. فده لطيف جدا وممكن تروحوا تعملوا ده. بس وابو جالوم زي ما قلت لكم في فيديو من الفيديوهات اكتشفت ان انتم ممكن تروحوا بطريقه سهله جدا من نويبع. يعني مش لازم تروحوا دهب عشان تروحوا، لا ممكن تروحوا من نويبع ابو جالوم، ومن ابو جالوم تروحوا البلو لاجون. يعني دي متاحه ودي متاحه. ولكن انا شايفه يعني ان لو حد مثلا عمره ما راح دهب، لا يروحها من دهب ويخش بقى الممشى والكافيهات والمحلات وكده، ويبقى قضى يوم، يبقى اسمه راح دهب. من لو هيروح نويبع يعني يروح دهب كمان يوم هيقضيه كله من اوله لاخره، يبقى يعني ضرب 18 عصفوره بحجر واحد ووفر كتير جدا. طابة بقى وجمال طابة وحلاوه طابة دي طبعا ما كانتش في الحسبان بالنسبه في الشركه يعني اللي انا كنت طالعه معاها، ولكن لما طلبتها قالوا لي حاضر وعملوها. فروحت كان برضو محمد البدوي الجميل اللي كان معايا، اللي بشكره لانه كان مهذب وراجل،
بيعرف يحافظ على الناس اللي معاه. في اليوم ده راح معايا من الصبح لغاية رجعنا نويبع على الساعة 6 تقريبا، حاجة في الحدود دي. هو يعني العربية خدت 400 جنيه، يعني اللي هو يا بلاش بأمانة، اللي هو بس احنا طبعا يعني لا يعني ما ينفعش نديله 400 جنيه، اصل ايه قليل الحقيقة، يعني رقم كان غريب جدا. ان هو بقى رحت طابة ورجعت وقعد معايا مربوط ده كله، واحنا 4 افراد ب 400 جنيه، فده كان سعر يعني فظيع يعني. فطابة من الاماكن برضو على فكرة، هي كمان المسافة كانت اقل، يعني تقريبا كانت ساعة الا ربع او ساعة، يعني حاجة كده كانت اقل من دهب. والطريق وهم طبعا. الفورد بي ده لا يفوتكم، لازم تروحوا وتتصوروا عنده. هو كان مغلق اليوم ده، والا كنت طبعا نزلت وقعدت وكده. جميل جدا. وطابة دي فعلا لازم تتراح. الكوست بتاعها مش غالي، لو انتوا زي ما قلت لكم كمان عددكم اكبر وهتاخدوا عربيه كبيره، فبرضو مش هتقف عليكم بفلوس كتيره. مفيش اي فلوس اتدفعت في اليوم دوت الا في اليخت، لكن غير كده مفيش غير كانت العربيه وبس، مفيش حاجه تانية. لان حتى كان في كافيه كنت عايزه اقعد فيه لقيته مغلق برضو، ف يعني ما دفعتش فلوس الحقيقه في يوم طابة دوت خالص، ولكنه مكان ساحر. زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو بتاع طابة، رحت عشان اصور لكم السوق. هو برضو كده هو الحته دي بس كده، مفيش حاجه اكتر من كده. فعشان كده نصيحتي اللي هينزل نويبع وعايز يعمل شوبينج ويتبسط، لا ينزل دهب. يعني كده عايز تتبسط وتشوف ميه ما حصلتش وشعاب مرجانيه ما حصلتش، انزل طابة. عايز تشوف جبال واسترخاء وهدوء ويعني فظيعة في الهدوء، نويبع. هما دي باختصار الثلاث اماكن بتوع جنوب سيناء. طبعا ده تيوليب اللي هو احنا كنا طالعين من المرسى بتاع اليخوت بتاعته، كانت الرحله بتاعت اليخوت كانت ب 250 وشامله كل ادوات السنوركل. بس انا طبعا كانت في حاجات معايا علشان خاطر الكورونا، فالواحد بيمشي بحاجته. وتاني طبعا التفاصيل كلها كل فيديو لوحده في الاي فوق هسيبهولكوا فيديو طابة. ولكن من الاماكن الساحرة اللي انا مش هقدر انسى المنظر فيها، اللي انا بقى شايفها السعودية، الاردن، مصر، فلسطين، كان من قلعة صلاح الدين. مكان خيالي ان كنتوا تبقوا شايفين دول كتيرة من فوق، فدي حاجة طبعا تحفة. نصيحتي ليكوا روحوا تفسحوا، اقعدوا في اماكن تكون مش غالية، تفسحوا اكتر ما تستمتعوا بالاقامة، لان في الاخر انتوا هتروحوا تناموا مش اكتر. نويبع مكان رخيص جدا ان انتوا تنزلوا فيه وتنطلقوا لاكتر من مكان. كمان ممكن كنت بس يعني كان الوقت خلاص جيري مني، كنت ممكن كمان اروح شرم الشيخ، ممكن اروح سانت كاترين، حاجات كتيرة قوي كنت ممكن تعملوها. فده كان الفيديو، يا رب يكون استفدتوا منه وطلعتوا بيه معلومات انتوا كنتوا عايزينها. واي سؤال انا ما جاوبتش عليه في الكومنتات انا معاكم، هسيب لكم الصفحه تحت في اول تعليق بتاعه الشركه اللي انا طلعت معاها. واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.